مرحبا يا جماعة، اليوم راح نسوي حلا جديد مبتكر كريم كيكة دخن بالتمر والطحينة. شكلها أنيق وطعمها لذيذ جدا بمكونات تقليدية وصحية. الوصفة مستوحاة من التشيز كيك لكن بمكونات شعبية وطبيعية متوفرة في كل بيت. القاعدة عبارة عن كيك رقيق مصنوع من البيض، التمر، رشة كاكاو، بيكنج باودر ودقيق الدخن. ما أضفت أي سوائل إضافية، اكتفيت بالبيض، لكن تقدروا تعدلوا الكيكة على طريقتكم. أهم شيء تكون رقيقة السمك حتى تشبه قاعدة التشيز كيك. الطبقة الثانية هي المبتكرة، كريمة الطحينة بالزبدة المحلاة بالتمر. المكونات بسيطة جدا، طحينة خام، تمر وماء، نخلطهم بالخلاط حتى يصير القوام متجانس وثقيل. بعدها نضيف كمية سخية من زبدة الحليب بدرجة حرارة الغرفة ونكمل خلط حتى نحصل على قوام كريمي ناعم جدا. راح نصبها على قاعدة الكيك وبعد التبريد بالثلاجة راح تتماسك أكثر. خلوا حلا التمر زائد شوي حتى يصير مثل حلويات السوق. كمان ضيفوا الماء شوي شوي حتى توصلوا للقوام المثالي. أما الطبقة الأخيرة فكانت لمسة بسيطة، لوز وشوكليت مبشور، والنتيجة مثل ما تشوفوا حلا أنيق. وبس هذا كل شيء لليوم. إذا أعجبتكم الوصفة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك حتى نستمر مع بعض. في أمان الله.